السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ان شاء الله غنشارك معكم مملحات اقتصاديين جدا وممكن توجدون في وقت وجيز بدون كثرة الوقيف، خصوصا في هذه الصهودات هذه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بسم الله على بركه الله. كناخذ 125 غرام مارغرين او الزبده الحيوانيه اللي متوفره عندكم. كنضيف لها 2 فرماجات وملعقه صغيره ملح وملعقه كبيره سكر. كنضيف لها كاس الى ربع زيت مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. كنضيف لها بيضه ونصف كأس ماء. كنخلط الخليط جيدا. من بعد كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. بالنسبه للدقيق داريه تقريبا 5 كؤوس دقيق، كأس عنبه، العبار بكأس عنبه. من بعد كنبدا نعجن العجين ديالي. العجينه كتكون طريه. اعتذر نسيت راني ما ذكرتش لكم الخميره، راني ضفت الساشي ديال الخميره ديال الحلويات. ومن بعد ما كنقسم العجين ديالي كنضيف النكهات المتوفره عندي. العجينه الاولى ضفت ليها الزعتر والقزبور حبوب، والعجينه الثانيه ضفت لها بابريكا اي تحميره والحار، ملعقه صغيره حار. الا كان عزيز عليكم الحار ممكن تكثروه. كنحاول انني الخليط ندخله في العجين جيدا كيف كتشوفوا، بدون ما كنبالغ في العجن مزيان. يعني فقط كتدخل، واخا ما كيأثرش الصراحه، واخا تعجنوا العجين جيدا راه ما كيأثرش، ماشي بحال الصابلي، ولكن ما تبالغوش في العجن. من بعد كنبدا نشكل. كناخذ العجينه ديال الزعتر والبقدونس مطحون، كنبدا نشكلهم حرابل، وكل حربول كنبدا نقطعو بالسكين كيف كتشوفوا، كيف موضح في الفيديو، بطريقه بسيطه. يعني صراحه اقتصاديين، وحتى الطريقه راها اقتصاديه. كنبدا نقطع كيف كتشوفوا بسكين يكون حاد. بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. ومن بعد كنبدا ناخذ كل وحده وكنبدا نضغط عليها فقط ضغطه خفيفه باش تجينا على شكل سقيقصات صغيورين مالحين. صراحه كيجيو هشاش ومقرمشين. والبنه ما نقولكمش، يعني البنه كتحكم على حساب النكهات اللي ضفتو. يعني هنا جمعت ما بين الزعتر والقزبور حبوب. صراحه النكهات وتاو مع بعضياتهم وجاو هاد الفقيقصات المالحين جاو بنان صراحه. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. من بعد ما ساليت جميع الكميه وحطيتها في الفرن. الفرن ديجا يكون ساخن من قبل على نار مهيله حيت دغيا كيطيبوا. من بعد كندوز للعجينه الثانيه، كنسرحها في ورق الطبخ او السيلبات اللي متوفر عندكم. بالنسبه لهاد العجين هذه اللي درت ليها البابريكا والحار، كنسرحها بالمدلك. ومن بعد كنبدا نقطعها بقطعه عاديه، قطعه ديال البيتزا او القطعه ديال الشباكيه اللي متوفر عندكم. كنبدا نعمل خطوط كيف كتشوفوا، كيف موضح في الفيديو. ومن بعد كنحاول انني هاد العويدات نديرهم كبار شويه، يعني جوج. كنحسب 2 صبايع، يعني 4 صبايع، وكنقطع 4 صبايع وكنقطع، يعني باش يجيني العواد طوال كيف كتشوفوا. من بعد ما دخلتهم على نار مهيله للفرن يطيبوا لمده 10 دقائق. صراحه دغيا كيطيبوا كيف كتشوفوا النتيجه كتكون رائعه، مقرمشين وهشاش. نتمنى وصفتنا الاعجاب ديالكم.